اللي تشوفون أمامكم هو واحد من أكبر السجون في العالم والأشد حراسة. هذا السجن الضخم يتسع ل40,000 سجين ويضم أخطر المجرمين في العالم. هنا يقبع أفراد عصابة MS-13 وباريو 18 من أخطر العصابات في العالم. عصابة MS-13 وغيرها، هؤلاء حيوانات، هؤلاء ليسوا بشر. كم عدد الأشخاص الذين أنهيت حياتهم؟ 5 أم 10؟ كم عددهم؟ أكثر من 50. هذه واحدة من أقرب القصص اللي مرت علي، لذا لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، ويلا خلنا نبدأ. هذا سجن سيكوت، واحد من أكبر السجون في العالم. لكن قبل ما نبدأ خلنا نتعرف على البطل. بطل الحلقة هو شاب من أصول فلسطينية اسمه نجيب بوكليل، ولد عام 1981 لعائلة ميسورة الحال، وقام ببناء أكبر سجن في العالم من حيث السعة، والذي تم بناؤه خصيصا لاحتجاز أخطر المجرمين. لكن ليش دولة صغيرة مثل سلفادور التي يبلغ سكانها 6 ملايين نسمة تحتاج إلى أكبر سجن في العالم؟ السبب بكل بساطة هي العصابات التي كانت تسيطر على البلد لسنوات طويلة. لكن في مارس 2022 أطلق الرئيس نجيب حملة غير مسبوقة ضد المجرمين. خلال 6 أشهر فقط تم اعتقال أكثر من 70,000 شخص، أي ما يعادل 2% من سكان السلفادور. في عملية منظمة ليلا تم نقل آلاف المجرمين إلى هذه السجون. وبني هذا السجن عام 2022 ويتكون من 8 وحدات منفصلة تمتد على مساحة 410 فدان. يحيط بكل زوج من الوحدات جدار مزدوج بارتفاع 3 أمتار تعيقه أسلاك شائكة. أما الجدار الخارجي الرئيسي فيصل ارتفاعه إلى 9 أمتار مع سياج كهربائي بارتفاع 3 أمتار يحمل تيار كهربائي بقوة 15,000 فولت، ويحتوي على 20 برج مراقبة منتشرة في كافة أرجاء السجن. تصميم هذا السجن لا يمنع الهروب فحسب، بل يمحو حتى فكرة المحاولة للهروب. في سجن سيكوت يسمح للإعلاميين بتوثيق الأحداث، لكن هناك إجراءات صار متطبق عليهم بحيث يخضع الجميع لتفتيش دقيق عبر الماسح الضوئي. يتم هذا الإجراء لضمان عدم تهريب أي شيء محظور للداخل. التفتيش الإلكتروني يخضع الجميع لتفتيش جسدي شامل يشمل حتى الأحذية والجوارب، ثم بعد ذلك يتم إدخالهم مباشرة إلى السجن. والحراس يرتدون أقنعة لإخفاء هويتهم، لأن التعامل مع أخطر المجرمين في العالم قد يجعلهم أهداف للعصابات إذا تم التعرف عليهم في الخارج. وفي الداخل في قسم التسجيل يتم إدخال جميع السجناء إلى النظام عبر بصماتهم وصورهم، بسبب أنهم لا يحملون هويات عند القبض عليهم. بمجرد دخولهم للسجن يفقدون التواصل نهائيا مع أي شخص خارج السجن. لكن بسبب الحملة الصارمة ضد المجرمين لم تكن خالية من الأخطاء، فقد سجن بعض الأبرياء بالخطأ وبسبب سياسة السجن، بحيث أنهم لا يسمحوا للعائلة أو أي شخص آخر من التواصل معهم، أن عائلاتهم لا تعرف حتى ما إذا كانوا لا يزالوا على قيد الحياة. داخل الزنازين عدد الزنازين في كل وحدة 32 زنزانة، وتتسع كل زنزانة من 80 إلى 150 سجينا. لا يوجد تهوية ولا فناء لممارسة الرياضة. المساحة المخصصة لكل سجين لا تتجاوز نصف متر مربع فقط. معظم هؤلاء محكومون بأطول الأحكام الممكنة. الزنازين مزودة بأسرة جديدة تتكون من 4 طوابق بدون أسرة أو وسائد، ويتم حلاقة رؤوسهم كل أسبوع لمنع إخفاء أي سلاح محتمل. كل زنزانة تحتوي على حمام واحد فقط ل80 شخص، والماء المتوفر في برميل أزرق واحد يشترك فيه الجميع. أفراد عصابة MS-13 وباريو 18 الذين كانوا يتقاتلون في الشارع مجبورون على العيش سويا حتى آخر يوم في حياتهم. يقضون السجناء 24 ساعة يوميا في الزنازين، ويسمح لهم بالخروج ساعة واحدة فقط في الأسبوع لممارسة الرياضة تحت حراسة مشددة. الطعام متكرر، لا يوجد لحوم أو مصادر بروتين، فقط أرز وفاصوليا. معظم السجناء لديهم وشم يغطي أجسادهم بالكامل ويدل على ولائهم للعصابة، ويتضمن وشم عصابة MS-13 وباريو 18. ومعظم العصابات تستخدم رموز مثل 18 أو 3 ستات، وهي ترمز إلى الشيطان، أو أنهم يقوموا باستخدام الرموز اليونانية وتشير الرموز اللي على وجوههم، بحيث أنهم من أعلى مراتب في العصابة وأشد قسوة، بحيث الالتقاء بهم في الشارع يعني الموت غالبا. وشم شبكة العنكبوت يعني الوقوع في شبكة، ويقصد بوشم قرون الشيطان تعبير عن عبادتهم للشيطان. وشم الدمعة يدل على القتل، بحيث كل دمعة تدل على أنه قام بقتل شخص، أي إذا كانت هناك 3 دموع أي أن صاحب الوشم قام بقتل 3 أشخاص. هؤلاء أخطر العصابات في العالم، لذا عليهم حراسة مشددة قوية جدا. يوجد ممشى فوق السجن يسمح
الحراس بمراقبة السجن 24 ساعة، وتوجد كاميرات مراقبة لمراقبة السجناء 24 ساعة، بحيث تظل الوحدات مضيئة على مدار الساعة من أجل ملاحظة أي عملية هروب. السجن ليس مجرد مكان للعقاب، بل رسالة واضحة من حكومة السلفادور، فقد كانت السلفادور أخطر بلاد في العالم بمعدل جريمة قتل 1 من كل 1000 شخص. أما اليوم فقد أصبحت واحدة من أأمن الدول في العالم. لكن يبقى السؤال، هل هذه عدالة حقيقية أم مجرد وسيلة للسيطرة على الفوضى؟ هل يمكن أن يتحول هذا السجن إلى مقبرة للأبرياء الذين اعتقلوا بالخطأ؟ المستقبل هو الوحيد الذي راح يجاوب هذه الأسئلة. إلى هنا انتهت قصتنا اليوم، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، وانتظرونا في قصة جديدة إن شاء الله.